شركة عنوان من الشركات اللي عندها كذا مشروع موجود في العاصمة الإدارية بالأخص في الداون تاون، وآخر مشروع طبي لكل الدكاترة اللي بيسألوا على انفستمنت أو يعني يستثمروا موجودين في العاصمة الإدارية. فأستاذ ياسر أباظة النهاردة هيعرفنا شوية هيستوري عن شركة عنوان وعن آخر مشروع نازلين بيه إن شاء الله في الداون تاون. ان شاء الله باذن الله. انا بس قبل ما اتكلم عن اللايف ميديكال تاور، هو احنا في فتره بري لونش دلوقتي لان نزل بيه لونش جديد وهو كله كلينكس. انا كنت حابب اتكلم عن شركه عنوان. شركه عنوان هي موجوده في الماركت من سنه 2008. الباشمهندس محمد سيد سالم هو اونر الشركه. هو بدأ بشركه سكراتش، دي كانت شركه مقاولات من 2008 لحد اول 2014. وبعد كده طرح شركة عنوان في كل وبنى، ابتدى ان هو يبقى المطور وصاحب قطعة الارض، مش كونستراكشن بس. وان هو يبني في اكتر من منطقة في التجمع الخامس، يعتبر في جميع انحاء التجمع الخامس. اسم شركة عنوان ظهر في جميع انحاء التجمع الخامس في مناطق كتير زي النرجس واللوتس والاندلس والمستثمرين الجنوبية وجاردينيا بجميع قطاعاتها 1 و 2 و 3. واوريدي احنا سولد اوت مشروعنا اللي في بيت الوطن هو بالمز ريزيدنس. ده على مساحة 1 فدان ويعتبر من اكبر الميني كومباوند اللي موجودة جوه بيت الوطن. وطبعا قررنا ان احنا كتوجه دولة العاصمة الادارية الجديدة، الباشمهندس محمد سيد سالم قدر ان هو يدخل العاصمة الادارية الجديدة. بنى ثلاث مشاريع. اول مشروع لينا هو بيكسل تكنولوجي بلازا. بيكسل تكنولوجي بلازا ده هو في يعتبر في اريا الداون تاون، في اريا الشركات بالاخص. وهو يعني بيوصل فكرة التخصص شوية، واحنا شوية كشركة بندور على عامل الندرة. ففكرة التكنولوجي هي مش موجودة جوه الداون تاون. بعد كده نزلنا بمشروعنا هو اوكسجين ميديكال تاور، ودلوقتي في ثالث مشروع لينا وهو لايف ميديكال تاور. ده موجود دايركت على المحور الشرقي، هو رابع نمرة من محور محمد بن زايد الشمالي وده والنهر أصلا ده تاني الاخضر. مشروع طبي أصلا موجود معانا في ده دلوقتي في تاني الداون. مشروع لينا. احنا الحمد لله وصلنا لنسبة نجاح قوية جدا. احنا سولد اوت اوكسجين ميديكال تاور 98% النسبة البيعية بتاعتنا ممتاز في جدا. اوكسجين في خلال 4 شهور بس. طبعا ده برضو من ضمن عامل الندرة، فكرة ان التاور بالكامل يبقى كله كلينكس، دي ما كانتش موجودة في الداون تاون، وكان الديبيتس قليل جدا، وكان الكلاينتس كتير بتدور على الموضوع ده. فالحمد لله احنا قدرنا ان احنا نوصل الفكرة دي لكل الكلاينتس وكل الناس اللي شغالة معانا. وطبعا حضرتك يا مستر صابر يعني من الناس اللي اشتغلوا معانا كتير جدا 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 في اوكسجين، واكيد عارف النجاح اللي قدرنا نوصل له بيكو. طبعا. اللايف ميديكال تاور هو نفس الفكرة بلس ديتيلز اكتر. بيقدر يوصل فكره الكلينكس الكامله، ان انا يبقى عندي تاور هو ارضي و14 دور. الدور الارضي بس اللي كوميرشال. انا اللوكيشن بتاعي قوي جدا جدا. انا دقيقه لمحطه المونوريل، دقيقتين من سوق الذهب، دقيقتين ممتاز. من مسجد مصر وحي التراث سهولة والفنون. الاكسسبيلتي بقى بالظبط. يعني. ودي كمان الاريا دي هي بتعتبر اريا سياحيه، لان الاكسس فيها سهله جدا جدا من مطار العاصمه للمونوريل. فانا قريب جدا من المواصلات، قريب للناس اللي جايه وماشيه على طريق الطريق الرئيسي سواء محور بن زايد. فقريب ليا لايف ميديكال تاور، وداخله صريحه من كمان شارع الرود 11 اللي بيفصل ما بين منطقه الحي الحكومي والداون تاون. بقدر ان انا اوصل من عند الداتا سنتر كده على طول من المحور الشرقي. هو ده شارع بعرض 75 متر. انا طبعا تريبل فيو، عندي شارع 75 متر، عندي شارع بعرض 40 متر، وجنبي لاندسكيب من 30 ل 35 متر. وطبعا الردود اللي بيني وبين الجار هو رابع زاوية للمول او للتاور بتاعي. ده بتبقى ردود من 12 لحد 15 متر. والبيمنتس والسعر الافريج. انا دلوقتي فترة بري لونش بجمع اي ايز. اوكي. ستارتنج مثلا السعر من كام؟ ستارت السعر عندي من 31,000. أوكي. عندي ديسكاونت لونش هو 10%. تمام. الستارت المساحة بتبقى موجودة عندي من 40 متر. البيمنت بلان بتاعتي هي 10% داون بيمنت على 7 سنين، 15 على 8، 20 على 9، 25 على 10 سنوات. وان شاء الله Equal اللونش هيبقى امتى؟ ان شاء الله باذن الله احنا هنسكن في اول شهر 12، في اخر 12 هيبقى اللونش بتاعنا. ممتاز جدا. تمام. ميرسي جدا يا استاذ على ياسر. ايه مستر صابر، اتشرفت جدا بحضرتك. شكرا. العفو. العملاء بتوعنا عايزين يعرفوا تفاصيل اكتر ممكن يتواصلوا معانا عن طريق الارقام اللي هتظهر على الشاشه او عن طريق الفيسبوك.